لو بيسكر منك ومش بيظبط معاكي يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده للآخر. شربات الحلويات بكل تفاصيله وتكاته اللي مش هيخليه يسكر معاكي أبدا. أول حاجة اللي هعمله معاكم ده الشربات المتوسط وهو بينفع لجميع أنواع الحلويات تقريبا. أول حاجة هتجيبي كسرولة وهتحطي فيها كوبايتين من السكر، والكوباية اللي بتعايري بيها هي اللي هتعايري بيها كل المقادير السكر والمية، وبعد كده هتحطي عليهم كوباية وربع من المية، وكده هتطلعي شربات متوسط. هتقومي مقلباه على البارد، يعني قبل ما تحطيه على النار، قبل ما ترفعيه على النار قلبيه. اهم حاجه مش عايزه ولا حبايه سكر تبقى على الحروف بتاعه الكسرونه. بصي قلبيه من النص كده لبره، اوعي تطلعي من على الحروف وتقلبي جامد. انا باخد من على الحروف بس باخد بالراحه خالص. بعد كده هرفعه على النار. اول ما يغلي لمده اول ما يغلي اول غلوه بس، هتقومي عصره ليمونه واحده بس. وطبعا وهو على النار اوعك تحطي فيه اي معلقه. هيغلي اول غلوه هتحطي عصره ليمونه، هتسيبيه يغلي معاكي من 7 دقايق ل10 دقايق، هتطفي عليه وهتحطي في الآخر رشة فانيليا. هي دي كل النصايح اللي لو مشيتي عليها عمر الشربات ما هيسكر معاكي. عايزة بقى تخلي الحلويات بتاعتك كده فيها طعم الحلويات الشرقية اللي احنا بنجيبها من بره، هتعملي حاجة حلوة قوي في الشربات. هتحطي له معلقة كبيرة من السمنة البلدي. الخطوة دي هتخليكي كأنك زي ما بتجيبي الحلويات بتاعت بره بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب ما تنسوش بقى تعملوا لي متابعة ولايك لو بتشوفوني لأول مرة، واعملوا شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ومع ألف سلامة، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي.